بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله النهارده هنعمل ابسط واسهل الطرق اللي ممكن تعمليها بالجلاش الحلو. النهارده هنعمل ميكس كده جميل جدا بين الكنافه والجلاش، وازاي كمان هيطلع معاكي الجلاش مورق بالشكل اللي انت شايفينه ده، ولونه ذهبي وحلو جدا. اتبع معايا الخطوات لان هي عايزه اقولك ان هي سهله جدا. ان شاء الله هتعتمديها طول الشهر الكريم. مش هطول عليكم، بس يا ريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع اصحابكم. نقول بسم الله ونبتدي نرتب خطواتنا. اول حاجه نبتدي نعمل شربات الحلويات بتاعتنا. هنجيب في حله كده ونضيف عليها كوب من السكر وكمان كوب من الميه، وهضيف عليها نص ليمونه، عصره ليمونه. تمام كده. وبعد كده هضيف عندي رشه من الفانيليا، وابدا ان انا ادوب السكر. طبعا من الطبيعي ان هو مش هيدوب السكر كله، اول ما الميه هتسخن معايا هيبتدي السكر ان هو يدوب، بس ببتدي ان انا احرك كده حاجه خفيفه عشان يبقى سهل معايا الموضوع. ولو عايزه انك انت تخلصي شربات الحلويات ده سريعا جدا، من الممكن انت تسخني الميه الاول، يعني تحطي الميه تكون سخنه الاول وبعد كده تضيفي المكونات بتاعتك السكر، هتلاقيه ما خدش معاكي وقت نهائي خالص. دلوقتي خلاص حطيناه على النار، واهدي النار، ما خليش النار تبقى عاليه معايا قوي. خلاص يبتدي ان هو يقعد معايا كده الشربات بتاعنا او يمسك شويه، وهبتدي ان انا انزل عندي عسل الجلوكوز. هنزل معايا هنا معلقتين كبار ممتلئين من عسل الجلوكوز. بس وانا بنزل كده هبتدي ان انا اقلب كويس جدا عشان ما ينزلش في قاع الحله ويبتدي ان هو يتحرق معايا. هنا عسل الجلوكوز هنا مهم جدا، انت ممكن تستغنى عنه بس انا بحبه قوي في الجلاش بالذات. بيديله طبقه كده لمعه جدا، وغير كده كمان بيخلي القوام بتاع الشربات معايا بيكون تقيل، يعني بيخليه مظبوط جدا. يعني تقدري انك انت تقللي كمان نسبه السكر وتزودي نسبه الميه، وتخلي الطعم بتاعها يكون فيه اعتدال شويه بالنسبه للسكر بتاعنا. خلاص كده. يعني كل اللي احنا بنحتاجه من عسل الجلوكوز ان هو بيتقلي بس القوام، بيخلي كده يدي طبقه كده لمعه للحلويات بتاعتنا. ويلا بينا دلوقتي نحضر الكنافه بتاعتنا. الكنافه دي انا كنت شايلها في الفريزر الاول، يعني لازم تبقى متجمده معاكي في الفريزر، وبعد كده تطلعيها على طول وتبتدي ان انت تفتتي فيها بالمنظر ده. لو اي قطع عندك ممكن تكون كبيره ولا اي حاجه، حاولي على قد ما تقدري انك انت تصغريها. خلاص كده. هبتدي ان انا افردها بس كده عندي على السطح ان هي تنشف معايا شوية، علشان عايزاها تبقى ناشفة ما تبقى طرية. خلاص كده. يلا بينا بقى نجيب هنا معلقة كبيرة من السكر وابتدي ان انا افردها عليها. ليه السكر ده؟ السكر هنا مهم جدا ان هو بيخليها تبقى متماسكة معايا، علشان انا هعملها في قاع الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتنا. هجيب هنا بقى كده معلقة من الزبدة، وهبتدي ان انا افرد بيها الصاج بتاعنا من تحت الاول والحواف بتاعته كلها. ويلا هناخد الكنافة بتاعتنا وهبتدي ان انا افردها بالشكل ده. على قد ما اقدر على قد ما اقدر ابتدي ان انا املأ الفراغات كلها، وبالذات الحواف كمان ابتدي ان انا اخد بالي منها كويس جدا. انزل حبة كده من الكنافة وادوس عليها بايديا. لو لقيت في مكان هيظهر بقى معايا المكان اللي هو ممكن يكون فارغ، المكان اللي هو فارغ هبتدي ان انا اضيف فيه حبة كمان من الكنافة. يعني على قد ما اقدر اخلي السطح بتاعها يبقى متساوي وكلها تكون مليانة بالكنافة بتاعتي. اما بالنسبة للكنافة اللي انا ضفتها عندي فتقريبا وزنها 250 جرام بس. خلاص. بصوا انا اتاكدت كده ان الحواف كلها اتملت بالكنافه، وكمان كلها ما بقاش فيه اي جزء باين من الصاج بتاعنا او الصينيه. وعشان اتاكد وادوس عليها اكتر هبتدي ان انا اجيب كيس غذائي افرده عليها، وابتدي ادوس عليها بالمنظر ده علشان اخلي السطح كله بتاعها يكون متساوي. او من الممكن ان انت تضيفي عليها صينيه تكون نفس الحجم كده علشان تضغطي عليها كويس جدا. دي اهم خطوه بالنسبه لي. بصوا كده خلاص انا اتاكدت ان هي كلها بقت السطح بتاعها كله متساوي، وهبتدي بقى ان انا انزل عليها بالسمنه بتاعتنا. هرش عليها رشات كده خفيفه لان انا لسه هضيف في الطبقات التانية كمان. هنا ممكن استخدام، بالنسبه لاستخدام السمنه بتاعتنا، لو عايزه تعرفي انا بستخدم ايه بالنسبه للحلويات بتاعتي، انا بضيف عندي بعمل ميكس بين الزبده فرن وبين الزبده اللي هي الصفراء. يعني بحط كميه كده تكون من الزبده فرن وحاجه بسيطه من الزبده الصفراء البلدي، بتدي بصراحه ريحه وطعم جميل جدا فوق ما تتخيل. هنا هبتدي بقى انا اجيب طبقات الجلاش بتاعتي واحطها بنفوطه كده عشان ما تنشفش معايا، وهبتدي ان انا اضيف واحده واحده بالمنظر ده. اخد بالي كويس جدا عشان بالنسبه لطبقه الكنافه بتاعتي كمان، وهبتدي ادهن عليها على السطح بتاعها من الوش كده
حاجة بسيطة جدا من الزبدة. خلاص اضيف الطبقة التانية. انا كل اللي انا بعمله بمسح بس كده حاجات بسيطة جدا، ما بضيفش كميات من السمنة بتاعتي، حاجة بسيطة قوي. خلاص. ولو في الاطراف بتاعتي بالنسبة للجلاش تكون كبيرة شوية، هبتدي ان انا اتنيها لجوه زي ما انا ما عملت كده، لان دي بتبقى حتة صغيرة جدا مش محتاجة ان انا اقطعها. خلاص. لاحظوا كده كل طبقة والتانية بضيف طبقة من الزبدة بتاعتي او من السمنة. ودي خطوة مهمة جدا، دي الطريقة اللي هتخليها معاكي طبقات الجلاش تبقى مورقة، يعني هتطلع كل طبقة مورقة عن الطبقة التانية، هتبقى مرتفعة زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو. بيبقى الشكل بتاعها بيبقى خطير جدا، وكمان القرمشة بتاعتها بتبقى حلوة قوي. انا هنا بالنسبة لاستخدام الجلاش بتاعي انا استخدمت نص كيلو بس من الجلاش، مش اكتر من كده. اهم حاجه وانا بشتغل في طبقات الجلاش دي تكون مفروده معايا كويس جدا، يعني ما تجيش معايا ورقه تبقى متنيه شويه، او مثلا واخده جنب كده بجنب الصاج بتاعي، لا انا عايزاها كلها تبقى سوا واحد. طالما انا عملت الطبقه اللي هي الاولانيه من الكنافه بتاعتي متساويه، خلاص هعمل الطبقه بتاعت الجلاش بتاعتي كمان متساويه بالشكل ده. بصوا السطح بتاعها طالعه ممتازه جدا. دي الطبقه الاخيره من الجلاش خلصتها خلاص. انا هنا عايزه الجلاش بتاعي يتسمغ، يعني ايه؟ يعني ممكن اضيفه في التلاجة دقيقتين لحد لما يبتدي الفرن بتاعي يسخن، بس مش اكتر من كده. وشربات الحلويات كمان برد معايا اهو، وابتدي ان انا اضيفه في العبوه دي عشان يبقى سهل معايا ان انا اسقي بيه الجلاش بتاعنا ان شاء الله. خلاص هغطيها واحطها برضو في التلاجة، لان هي تعتبر بردت بس عايزه اخليها تبقى ساقعه شويه. هنا خلاص الصاج بتاعنا بصوا كده الجلاش اتسمغ. يعني ايه اتسمغ؟ يعني خلاص ابتدى السمنه بتاعتي تجمد عليه من فوق. وهي دي المرحله اللي بتبقى جميله جدا بالنسبه للجلاش بتاعنا. حتى لو حبيتي ان انت تعملي جلاش ساده بدون اي حاجه او بحشوات تانية معينه، فدي افضل طريقه علشان تحصلي على طبقات تكون مرتفعه وهشه بالمنظر ده، انك انت تضيفيه في التلاجة شويه، هيطلع معاكي بعد التسويه هتلاقيه مورق، وكل طبقه لوحدها بصراحه بتطلع ممتازه جدا. لو تلاحظوا هنا ان ابتديت ان انا اظبط المقاسات بتاعته، يعني اخد الحجم بالنسبه للصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي عشان اقدر اقطع الحجم اللي انا عايزاه. خلاص خدت كده قسمت الصاج بتاعي على 3 بالطول، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل زي شكل كده مثلثات. تقدري انت تستخدمي السكينة عادي او القطاعة دي، بس القطاعة دي بصراحة انجزت معايا اكتر. وصلت لحد تحت خالص، يعني بالنسبة للكنافة كمان، علشان انا لو مشيت بالسكينة وعملت الشكل ده ممكن يطلع معايا مش منتظم، وممكن كمان يلم معايا الكنافة من تحت، فديت بصراحة هتبقى مشكلة. فعشان كده انا استخدمت القطاعة دي عشان تطلع لي التقطيعة بتاعتها تكون مظبوطة بالمنظر ده لحد تحت كمان. خلاص كده. يلا هبتدي بقى اخده في الفرن، ويا ريت لو في مروحة في الفرن اشغلها عشان اوزع الحرارة بتاعتي. مفيش، خلاص انا هضيفه في الفرن كده واسيبه شغال معايا لحد لما يبتدي السمنة بتاعتي. بصوا بتبتدي ان هي تسخن معايا، فبيبتدي ان هو يستوي ويبتدي يورق. وبعد كده اشغل عليه الشوايه، بس اخد بالي كويس جدا ان الجلاش ما بياخدش وقت في الفرن نهائي. بصوا بقى الكمال ما شاء الله ورقت ازاي بالمنظر ده. على طول كده وهي سخنه انزل عليها بشربات الحلويات. وخدوا بالكم هنا ان احنا حاطين تحت طبعا طبقه من الكنافه، محتاجين ان هي يوصل لها الشربات بتاعنا. فهاجي بين الخطوط كده او بين الفتحات اللي انا عاملاها للمثلثات، هنشي حواليها كده بالشربات بتاعنا. ممكن ما عندكيش العبوة دي ممكن تمشي بيها بمعلقة، مفيش اي مشكلة خالص. يعني الموضوع ان شاء الله يبقى سهل ولذيذ جدا. عايزه اقول لكم ان انتوا هتستمتعوا بيها جدا، على قد ان هي سهله قوي على قد ان هي مميزه جدا جدا. بصوا التوريقه عامله ازاي ما شاء الله، كلها تحس ان هي مرتفعه، يعني ما شاء الله كل توريقه مرتفعه عن التانية. بصوا كده لما نطلع واحده كمان ونشوفها، على قد ما اقدر حاولت ان انا اقربها للكاميرا كده عشان اوريها لكم. ما شاء الله هي هشه قوي. بصوا التوريقات من على الجنب، الطبقات ما شاء الله كلها منفصلة بالمنظر ده، وطبقة الكنافة من تحت كانت لذيذة جدا ما شاء الله. وصلها كمان الشربات بتاعنا،
سر نجاح الوصفة دي يعتمد على ان احنا فردنا كل واحدة كل طبقة من الجلاش وضفنا عليها السمنة الاول، فعشان كده طلعت ناجحة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى تجربوها وتحفظوها عندكم لوصفات شهر رمضان الكريم ان شاء الله. وعايزاكم بقى تسمعوا كده صوت القرمشة بتاعت الطبقات الجلاش. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.